السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى ان شاء الله كامل تكون بصحة جيدة. الصراحة بغيت نشرب قهوة ديالي باش نخرج نتريني في هذا الصباح هذا. دخلت الصفحات ديالي على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تنتصدم بزاف ديال الرسائل اللي خايبين بزاف فيهم السب. الغريب في الامر ولا تيضر في الخاطر هو اللي تيسبوك في الرسائل هما ولاد بلادك، ما خليتو البراني ما يقول. صراحة باز ليكم ما تجيكمش الغير على البلاد ديالكم على الوطن ديالكم. البطل المغربي ديالك، أولا أحييك على الوطنية ديالك وكل ما تعمله من أجل مغربك الحبيب. ثانيا، أنا اللي بغيت نجاوب عليه وهو نجاوب على الفيديو ديالك اللي أنت تشكيتي فيها بأنه كيسبوك في الكومنتيرات. أنا أخويا مالك، بأنه راه حتى مغربي ما غاديش يسبك، وإنما بما أنك تلاقيتي بأسماء مغربية تسبك، فهؤلاء كلهم من ذباب ديال جيران السوء. هذا دليل آخر أن هنالك مئات بل ألوف من الأسماء ديال الذباب الإلكتروني ديال الجوارينا اللي كيسبوا بأسماء أنهم مغاربة، وأكثر من هذا أنهم كيسبوا الشعوب الأخرى كأنهم مغاربة، وهذه خطيرة جدا. وإياكم شبكات التواصل الاجتماعي. شبكات التواصل الاجتماعي سنهيمن عليها بإذن الله في المستقبل القريب بالتكوين، وسنحتل كل المواقع. لذلك هذا دليل آخر، لأن ما كاين مغربي السي إبراهيم اللي غادي يسبك، لأنك قمت بذلك الواجب ما يسميه واجبا. هذا دليل آخر أن أغلب التعليقات اللي كتسب في الكومنتير ليست لمغاربة، وإنما لذباب الإلكتروني ديال الجوارين السوء، هما اللي كيسبوا بأسماء مغاربة بل وبأسماء جنسيات أخرى. ولكن انتم إياكم، وحاليا المصادر هي مصادر معلوماتية مشبوهة، عليكم أن تحاربوا مصادر التواصل الاجتماعي. معلومات لا تعرف مصدرها ولا تعرف من أين أتت، وفي كثير من الأحيان الغاية منها تشويه البلد. لذلك أقول المغاربة كونوا على بال، ما تفاعلوش مع التعاليق كيف ما كانت. يجب أن تعلموا أن هنالك الألوف ديال الحسابات ديال باسم المغاربة يسبون المغاربة بل ويسبون جنسيات أخرى من أجل الواقعة ما بيننا وبين الشعوب الأخرى. إذا كونوا على بال. هذا هو الأهم، أنا اللي بغيت نرد عليه في هذا الفيديو ديال الأخ البطل الشهم إبراهيم بن مالك. إذا تحياتي لكم جميعا، وإلى اللقاء، إلى فرصة قادمة. تحياتي المغاربة ديالي.